حتة لحمة دايبة مع شوية صوص بني يبقى أكيد الوصفة كباب الحلة، بس بتركة واحدة هتاخده في حتة ثانية خالص، هتاكله أحلى كباب حلة. يلا بينا على الطريقة والمقادير. أول حاجة في طاسة أو حلة بنحط شوية من السمنة أو الزبدة مع شوية من الزيت. أهم حاجة الطاسة تسخن عندي كويس جدا. بعد كده لحمة مكعبات متقطعة تقطيعة كباب الحلة، ممكن نستخدم فيها نسبة دسم أو ما فيهاش. بنحط كل الكمية في الطاسة ونسيبهم لحد ما يتشوحوا وتاخد لون كده خفيف من كل الجوانب. بعد كده قد كمية اللحمة بالظبط بضيف بصل متقطع مكعبات، بقلب اللحمة مع البصل لحد ما البصل ده كميته تقل ويبدأ يدبل وياخد عندي لون أصفر شفاف قبل ما أضيف عليه أي توابل. أول ما يوصل للشكل واللون ده، في المرحلة دي هنزل عندي بشوية من بهارات اللحمة، شوية من الفلفل الأسود، ربع معلقة من القرفة وربع معلقة كمان من الحبهان المطحون. مش هزود أي ملح خالص في المرحلة دي. هقلبهم مع بعض كمان مرة وهسيبهم لحد ما البصل يكمل كرملة مع اللحمة ويطلع كل الطعم بتاعه. كده خلاص عندي جاهز. هزود مية سخنة بتغلي تغطي يدوب سطح اللحمة. مجرد ما تبدأ الغليان بنهدي النار أقل حاجة، بنغطيها ونسيبها لحد ما اللحمة تستوي. لو احتاجت مية بنزود مية سخنة بتغلي بس. أنا عندي اللحمة ما احتاجتش، استوت كويس جدا وبقت دايبة. هنضيف اخر حاجة طبعا رشة الملح، وهرجعها كمان مرة على النار لمدة دقيقتين علشان بس تاخد طعم الملح وتتظبط. اخر تريكة اللي هتخلي كباب الحلة ده في حتة تانية، حتة صغيرة من الفحمة متولعة عليها شوية من الزيت وهغطي. هسيبهم يتشربوا بالريحة الحلوة، وبكده عندي كباب الحلة بقى جاهز. شوية رز حبة وحبة، واستمتعوا بشوية كباب حلة دايب مع صوص بني خطير. وبس كده.